بلا ترسيري مع أميمة الخليل بمناسبة صدور ألبوم الغناء الجديد صوت بالتعاون والشراكة مع مارسيل خليفة وكورال الفيحاء. حكينا قبل الإعلان عن صوت، هلأ رح نحكي عن المرأة خلف الصوت. أول شيء اسمك ما بيوحي أنه بده شيء قبله أميمة الخليل، يعني لا الفنانة أميمة ولا المطربة ولا المغنية ولا الدكتورة ولا الأستاذة ولا الست. بتحبي اسمك وشو بتحبي يعني أي لقب من الألقاب بتحبي يكون إلى جانب اسمك؟ بحب اسمي أول شيء، أكيد بحب اسمي، و بحب برنته يعني، وبحب هالميم اللي فيه والياء والألف حتى. بس ما بحب الألقاب، أكيد ما بحب الألقاب. لا، لأنه الألقاب مش هي اللي شغلنا بيحددنا، شغلنا بياخدنا وبيقدمنا يعني مفروض انه شغلنا يقدمنا مش الالقاب. ما بتقدم ولا بتاخر. نعم. السنه بيصير لك 40 سنه دخلتي الى عالم الفن، وفينا نحتفل يعني بعيد ال40. مش معقول هالصدفه، مش معقول. واخر الحلقه عنا عن كريزه ال49. يا الله، كل ما يقولوا بالاعلان 49 هيك بتبتسمي. بالضبط، انه كرايز على اساس عرفت انه كل عمر له كرايزه يا زلمه. نعم. اذا بدنا نستعرض مسيرتك خلال هال40 سنه من اول مره وقفت فيها على المسرح بسنه ال79 لليوم، شو اكثر هيك فكره بتخطر على بالك انت وعم بتشوفي هالمسيره الطويله؟ شو بتحسي؟ بيخطر على بالي سؤال، انه انا كنت قبل 79 اطلع على المسرح، يعني 79 احترفت. بيخطر على بالي سؤال، انه انا يعني لهالدرجه كانت موهبتي واضحه وما فيك تخبيها لحتى هالقد بلشت صغيره؟ يعني هذا سؤال بحيرني، وبفتكر ما رح لاقي له جواب. لانه بتتذكري حالك وقتها يعني او هي يعني بتشوفيها او غباش بالنسبه لك؟ لا وكانه عمر اخر؟ ابدا، منه عمر اخر، وكثير سريع العمر صحيح، بس لا، بتذكر كل شيء. يعني ما ممكن انسى شيء بخصوص صوتي، بخصوص طلتي، وبخصوص غنائي. وبيحيرني انه كيف كنت يعني رفيقة بيي كنت كل الوقت انا وصغيره، ومحل ما رحنا ويقولوا لي غني يا أميمة كنت غني. هذا شيء بيحيرني، انه لهالدرجه كنت يعني ما بدي اعمل شيء الا غني يعني. واكتشفت دغري يعني حبيتي صوتك واكتشفتي انه صوتك حلو؟ هلا ما بعرف قديش حلو، وما بعرف شو انتم بتحسوا لما تسمعوه. هذا شيء ما بقدر اعرفه بعد لهلا، ما قدرت، وما بفتكر رح اقدر اعرف صوتي شو تاثيره يعني، لانه طالع من عندي. بس طبعا انه لا شك انه صوتك تارك بصمه بتاريخ الاغنيه اللبنانيه من خلال اغنيه عصفور، اللي هي يمكن اول اغنيه لك خاصه. نعم. ووقتها كان صوتك يعني كان الصوت من دون، وكانه من دون موسيقى، حتى لو في كان عود بس معي يعني العود، عود مارسيل. هاي الأغنية بتعتبريها هي الانطلاقة الفعلية لإلك؟ يعني شو هيك كيف تتذكريها هيدي الأغنية؟ خبرينا قصتها. هن كانوا 4 أغنيات بعمل اسمه على الحدود، وحب بهالعمل مارسيل انه يتوجه للأطفال اللي أقحموا بالحرب اللبنانية بوقتها من خلال صوت طفلة أو مراهقة من جيلهم يقول هيدا الشيء. فكان هال4 أغنيات مجموعة أغنيات، يا معلمتي، وعصفور طل من الشباك، وقمر المراية، ونام يا صغيرة. بتذكر إنه عصفور طبعا يعني أنا كنت مقبلة بنهم إنه بدي آخذ كل شيء، وبدي غني كل شيء، وبدي أحفظ كل شيء بسرعة. بس مرات ما كنت أعرف شو عم غني. يعني ما كنت واعية أنا شو عم غني، ما كنت يعني ما كنت واعي وتفهم إنه عصفور بالنسبة لي هو عصفور يعني ما في أبعاد ورا هيدا العصفور. بس هو هالأغنية عصفور طل من الشباك وقال لي يا نونو، قديه يعني هي صوت جيل، بالنتيجة صوت جيل الحرب. ايه مزبوط.
يعني اكيد بتحكي اشياء انا بوقتها ما كنت عارفه شو بتحكي. نعم. يعني كيف صار أنا كنت اللقاء؟ محمية كيف صار اول مره لقائك مع مارسيل خليفي؟ اول لقاء هو قبل الحرب، يعني انا كان عمري 7 سنين ببيته، ببيت اهله بعمشيت. هيدا اللقاء كان لتعليمي الموسيقى. يعني في صديق لبيي بالجامعه بهديك الوقت قال له أميمة لازم تتعلم موسيقى، وهالصديق كان بيدرس كمان بالكونسرفاتوار مع مارسيل، زميل لمارسيل. فقال له خدها عند مارسيل خليفي، كان زي عصيته مارسيل، متخرج بتفوق. نعم. يعني من المعهد. كان بعتقد وقتها كمان شيء عضو لجنه تحكيم باستوديو الفن على بفتكر ايه التلفزيون، بنفس يعني كان السنة طالع أو هيدا اسمه النجم الصاعد بالموسيقى. بفتكر هيك كان عنده شيء مميز على آلة العود، وكمؤلف كان يألف موسيقى لمسرح كراكلا. فقصدنا مارسيل هيك لحتى أنا أتعلم، فوت على الكونسرفاتوار وأتعلم موسيقى. بس مارسيل كان يعني منه ما علم بالمعهد، أو علم فترة كتير قصيرة. بس بقي صوتي بدايته، أخذ أصحابه الأسبوع الثاني أو بعد 15 يوم ما بعرف، بس مش كتير يعني طول. أخذ أصحابه من عمشيت على جمجنين بالبقاع الغربي ليسمعهم صوت هالبنت الصغيرة كيف بتغني. وبلشت وعلقت الحرب وبطلتوا تلتقوا. علقت الحرب، وطبعا أهلي بالبقاع الشمالي، وأنا نسيت وكملت مدرستي إلى أن أسس الميادين. وعنده حفلة، بيي عرف بهيدي الحفلة ما بعرف كيف، وإجا قال لي بدنا نروح نحضر مارسيل خليفي، بتتذكري؟ هو بيك يعني كان الدافع الأساسي بيي كان يركض قدامي بده يحطني بمحل على الخريطة الغنائية. نعم. كان مؤمن فيك يعني كتير كتير كتير. نعم. فأكيد يعني بيي عمل جهد كتير كبير. أنت دايما محظوظة برجل مؤمن فيك، يعني والدك وحاليا زوجك الأستاذ هاني، مزبوط ومارسيل محظوظة. شريكك بالنجاح الأول. مزبوط محظوظة، وحظي كتير كبير، وبتمنى يكمل. هلأ حاليا في نعم. عندي كمان رجال حوالي محظوظة بوجودهم. نعم. بتحسي ابنك اللي هلا عم يدرس موسيقى بألمانيا كمان هو الرجل الصاعد يعني بحياتي ندي؟ ايه يعني بفتكر يعني رح يكون من الأجمل اللحظات بحياتي لما يقول لي عملت لك مقطوعة تتغنيها. هو بيعرف انه انت ناطرة؟ لا ولا ما مرة قلتي له؟ بيعرف. لما إذا عرف يمكن بينفر بصير يأجل. اليوم انت بعد هال40 سنة سعيدة، مكتفية، مظلومة، شو هو شعورك بالضبط؟ راضية عن حالي إلى حد ما بالاحترام اللي وصلت له. بس عندي يعني طموح أكتر إني استعمل صوتي أكتر. يعني بحس إنه يا ريت استعملت صوتي أكتر من هيك بعد. نعم. يعني عملت كتير أشياء مهمة، وعملت لحالي بمساعدة كل الأشخاص اللي كانوا حوالي، وأكثرهم مارسيل. عملت لحالي يعني موقع محترم نعم. بالموسيقى. بس بحس انه في كتير اشياء كمان راحت مني، في كتير اشخاص كنت بحب اشتغل معهم بعد ما اشتغلت معهم. مثلا زياد رحباني. هو دايما بينحكى عن تعاون ممكن بيناتكم، حتى بنعرف انه في فتره قعدتوا واشتغلتوا. هيدا التعاون الممكن يعني ان شاء الله يصير ممكن بيوم من الايام. انا يعني عندي منى وكتير غالي هيدي الامنيه اني اشتغل مع، مش معقول انه في موسيقي بعصري اسمه زياد رحباني وانا ما اشتغل معه. هذا الشيء كثير نعم. بيأذيني. نعم. هالخط اللي اخذتيه اللي دائما بحطك، يعني بتعرفي كثير صعب تصنيفك اليوم بالساحه الفنيه باي فئه باي صنف. يعني لما بدنا نستسهل بنقول الاغنيه الملتزمه، بس عمليا يعني شو يعني اغنيه ملتزمه؟ وين بتلاقي انت تصنيفك بين نجوم الغناء بالساحه اللبنانيه؟ اكيد مش انا بدي صنف حالي. بس مزبوط تنزعجي انك خارج التصنيفات؟ لا، يمكن احسن واحد يكون خارج التصنيفات بصراحه. بس يعني التصنيف
بيخليك بمحل هيك بيصيروا يتوقعوا منك شو بدك تعمل. انا ما بدي اياك تتوقع شو بدي اعمل، يعني اذا بتتابع اعمالي حلو انه تشوفني كل مره بمحل، وهذا المحل اجمالا عم بيكون محل جديد ما كان في حدا قبلي فيه. نعم. فبحب هيك محل اكثر. رائد يعني من تجاربك من بعد مارسيل مع بلوز مع جاز، بيرجع هالنوع كلاسيك معاصر الكلاسيك. بمطر، وحاليا بصوت بدون نعم. اكابيلا. فبفضل اني يكون نعم. هيك، ويعني ما بحب نعم. غني كل شيء. بحب غني كل شيء للأمانة، يعني بحب كون عم بغني موشح، وبحب كون عم بغني نعم. كلاسيك، نعم. رومانسي، بوب، شعبي، رقصك. بحب غني كل شيء. نعم. بس ما بحب بس ركز على نوع معين نعم. وغني. بتحبي تشتغلي مع مع يعني موسيقيين اليوم اللي بيعملوا الاغاني الهيت الشعبيه اللي بتكون يعني عم تلعب كل الوقت؟ لا لسبب كتير بسيط، هو انه ما حدا بيعرف شو الهيت، ما حدا بيقدر يعرف. نعم. بس في مواصفات يعني ممكن تعرفي انه مواصفات انه يعني كيف نرقص على أغنية غنية يعني. كتير هين. صار مين ما كان في يعمل هيدا الشيء. نعم. اذا كيف مع شوية نحرك مصاري بالماركتينج ماركتينج بتقلع. بينعمل هيت. بس انا ضد هيدا الهيت، يعني انا بدي شغلي ما اعرف انه يعني لما عملنا مزاج بال2000 انا وهاني مثلا، ما عملنا مزاج لتكون هيت. وحده كانت هيت، تتذكرها لمزاج؟ ايه طبعا. وحده كانت هيت. نعم. يعني بس ما بحب هيك بتحس تكون. بقلبك انك تكوني يعني عم تعملي قصص يعني شعبية اكثر، هيك يعني بالمين ستريم اكثر؟ هي اللي انا عم بعمله وفي غيري كتار كمان عم بيعملوه، هو شعبي يا زمان. نعم. هو شعبي شعبي بس بالمعنى التجاري يعني الاستهلاكي اكثر، كرمال هالاسم والهيله اللي بيصنع الفن الاستهلاكي. لا هو بالنهاية خيار. انت بتختار شو بدك تعمل، وانت بتختار الطريق اللي نعم. بدك تروح عليه. انا كتير عرفي نعم. خياراتي. بس اذا بدنا نعمل هيدا التصنيع يعني بنتيجه كل الناس بيحبوا يصنفوا يعني هيك، لانه الحياه اهين بس تصنفي. انت يعني اذا بدي هيك شرحهم، انت من جيل الحرب، يعني في اقول من جيل اللي يعني اذا بدي هلا استحضر اسماء باسكال صقر، جوليا بطرس، بتعتقدي انه انتم دفعتوا ثمن الحرب لما قدرتوا تتطوروا بالمسار الطبيعي لاي حدا بيغني؟ طبعا بشكل او باخر. يعني في كتير احلام تنازلنا عنها. بتذكر انا مره شفت مقابله وانا وعمري 16 17، التلفزيون المغربي عم بيسالني انه شو طموحك، بقول له ما في طموح. هلا الطموح هو انه نضلنا عايشين. وقتها انا عم بطلع هيك بالتلفزيون، مش مصدقه انه انا عم جاوب هيك جواب. يعني بيحد لك كثير من طموحك، انه ما تقدر تروح، ما تقدر تجي، ما تقدر تلتقي بناس انت بتحب تلتقيهم. مقسم البلد حتى، يعني انه بهاي المنطقه في فنانين لهالمنطقه، والمنطقه لها فنانينها، وما بيلتقوا مع بعضهم. فهذا الشيء بيحد اكيد، وبيخسر الناس كثير. نعم. واحدة من القصص الثانية المشاكل اللي قد تكون تعاملك مع مارسيل خليفي، يعني على كل النعمة اللي ممكن تكون جنيتيها، بس كمان نقمة الفنانين اللي بيتعاطوا مع يعني هالأسماء الكبيرة، صعب بعدين يطلعوا من عبائتها. انت عملتي اذا بدك يعني شبه انفصال من مارسيل خليفي، قد ايه هيدا الشيء يعني ساعدك تتطوري، او كان يعني كان عائق امام استقلاليتك اكثر بالفن؟ هالقد اخذت منك وقت؟ يعني هو بتعرف، يعني أنا ارتباط اسمي باسم مارسيل خليفة حالة خاصة جدا. يعني أنا ما جيت عند مارسيل كان نجم. أنا كنت بمحل عم نشتغل هيك، يعني تصاعدت هيدي التجربة وكبرت. أنا ومعه، مش هو نعم. وحده. أنا بعدين جيت على حدا ستار، وهالستار هو قدمني للناس. فهيدي الحيثية كتير مهمة يعني. نعم. والناس بتعرفها، الناس شايفتها هي يعني بتظلم وبنفس الوقت أكيد. يعني بحظ. كونه هو صاحب المشروع، وكونه نعم. هو الأكبر. يعني مارسيل الأكبر مني يمكن بلا ما نعد، 16 وقفنا سنة عد بلكي، أو وقفنا عد. إنه يعني في كذا سنة بيني وبينه. حكما في يعني هيك هيدا بتحرق، مشروع. يعني هالنوع من الاشخاص بيحرقوا اللي حولهم. الحقيقة يعني
مش بيحرق، لا يعني وبيحتكر، كان في لانه كنا متلازمين، ولانه كنا مع بعضنا عم نطلع وعم نكبر، وهي التجربه عم تكبر واثنيننا بهيدي التجربه. كان في حضور، كنت بتمنى يكون هيدا الحضور اكبر واكثر وكثيف اكثر. بس باللي صار يعني ماشي الحال. ما مكملين يعني، ليك ما احلانا بعدنا ماشيين. وعم نحتفل بالصوت العاري. بمين انت من الفنانين اللبنانيين مأثرة؟ فيروز اكيد. نعم، فيروز اكيد، يعني هي الصوت نعم. هي صوتنا، هي هي يعني كيف هيدا الصوت اللي اسمه صوت، احنا يعني له علاقه بفيروز، كمان له علاقه كيف ربي هيدا الصوت وكيف نطلع هيدا الصوت، لانه فيروز علمتنا. نعم، كمان يعني بعرف بتحكي عن سلوى القطريب. مزبوط. كنجمة تأثرت فيها، وقليل اللي بيحكوا عن علاقتهم بسلوى القطريب. شو ميزة سلوى القطريب بالنسبة لك؟ كيف كنت يعني شو كنت تحبي بسلوى القطريب؟ سلوى القطريب كنت حب هيك يعني حسها ملكي قبل صوتها، يعني شكلها كان كتير يشدني، عندها هيك هالكبرياء طلة ملكي كانت. نعم. بتجبرك انه تسمع صوتها، وصوتها كان فيه هيك شيء من الطبيعية بالغناء، اللي ما في يعني ما كتير بتفكر لحتى كيف بدها تسمعك العربة. نعم. وكيف بدها تلف صوتها هون، وكيف بتغني بشكل نعم. تلقائي وطبيعي جدا، ما ممكن. نعم. مين ما بتحبي ابدا من المغنيين؟ ما في حدا ما بحبه، في كل واحد عنده صفة حلوين كتير. نعم. ما ولا مرة سألت حالي انه مين ما بحبه، لا حلوين. نعم. كل واحد عنده شيء يعني بيميزه. نعم. اذا بدك تشكري حدا لا صوت او من دون صوت غير هاني سبليني، لمين هيك تتوجهي بالشكر؟ كتير اشخاص. اولهم بيي وامي وعائلتي، مارسيل وعائلة مارسيل، مرته وولاده، أشخاص كانوا أصدقاء بحياتي مهمين كتير، داعمين كتير معنويا. بشكر الشبيبة اللي ساعدوني لتحقيق نعم. صوت. نعم. والمايسترو بركاف. نعم. بشكر هاني سبليني. نعم. بشكر نادي سبليني، بشكر كتير نعم. أشخاص. بخصوص هاني سبليني الموزع والموسيقي زوجك، قد اليوم هيك يعني فيكم تعملوا شراكة فنية سوا من بعد صوت، وهل فعلا هنالك ألبوم جاهز طبعا للمرحلة طبعا الجاية؟ في مادة يعني كبيرة فينا هلأ نباشر بتسجيلها أنا وهاني جاهزة، وعملنا اشياء سينجلز يعني خلال هودي السنتين اللي كنت عم بشتغل صوت فيهم. حلو كتير يعني، فينا نعمل شراكه انا وهاني. شو احسن شيء بالشغل مع هاني؟ احسن شيء انه بياخدك على محلات بالموسيقى انت ما كنت فيها قبل. واسوأ شيء بهاني الزوج؟ هاني الزوج غايب بشغله يعني. نعم. أميمة الخليل، شكرا لك وألف مبروك. نحن بانتظار إطلالاتك لسلسلة حفلات توقيع صوت اللي عم يحتفل فيه كل محبي الموسيقى بلبنان وبالعالم العربي. بما أنك بنت البقاع من بلدة الفاكهة بالبقاع الغربي، البقاع الشمالي، الليلة وبعلبك، وقلتي قبل شوي أنك بعلبكية. الليلة على شرف ضيفتي رح نهديها حلقة فيها نكهة بقاعية قوية من الفاكهة ومن مدينة بعلبك. كيف علاقتك بضيعتك الفاكهة؟ بحبها كتير يعني، كنت بالزمانات حب المدينة أكتر، بس حاليا بحبها كتير وعطول براسي الفاكهة، إنه يا ريت فيني أقعد فيها وقت طويل. بعد الإعلان بدنا نعرفك على مجموعة شباب من بلدة الفاكهة عم بجربوا يعملوا فرق بالموسيقى. استراحة ونرجع.